مساء الخير يا جماعة. جده نزل يجيب يونس وياسمين، يونس من الحضانة وياسمين من المدرسة زي ما حضراتكم عارفين. العيال شبطوا في ايس كريم، فجده اتصل بيا جايب له خط الماني. انا قال لي احنا هنتاخر شويه، هجيب بس ايس كريم للاولاد. فانا بقى بصراحه رايح اشوف موضوع الايس كريم ده، يعني وانا مش ابنه برضو، يعني المفروض يقول لي تعالى يا ابو يونس انا عازمكم على طلعه ايس كريم كلكم. ده انا بقيت يا جماعه عايش في سنترال، تليفوني بيرن في الدقيقه 60 مره. اما نشوف مين اللي بيرن علينا، دي مراتي ام العيال. المهم احنا رايحين مشوار دلوقتي والاولاد جايين معانا، وانا ما معيش في عربيه ساره، او يعني كنت مستلف من سياره ساره الكندر زيتس اللي هو ده كرسي الاطفال. ساره وجده هناك اهم، ده انا كنت ماشي غلط. ايه ده، الميه دي جايه من العربيه من عندي؟ من العربيه، اوعى تكون من الموتور. نحط كرسي الاطفال للاولاد هنا ونرجع مرشدين نروح لجده والاولاد. طبعا يا جماعه انا لو قلت صباح الخير ومساء الخير في الفيديو اعتبروها ما اتقالتش. ازيك يا يوني؟ وايه ده؟ ازيك يا يونس؟ وريني ايدك، فيها وريني ايدك كده، فيها شوكولاته؟ فيها شوكولاته؟ انا بأمن بس. Ich wollte Ratschlag machen und dann bin ich auf die Hand drauf. سلامتك يا حبيبتي. Und وريني. heute Morgen konnte ich sie kaum bewegen. وريني ايدك. سلامتك. Aber es ist besser geworden mit dem Verband. طب يلا بدينا واحده مساء الخير. مساء الخير، مساء الفل، مساء النور. عندي ليكي سؤال، كلتي ايس كريم؟ بايه؟ طعم ايه؟ وانت كلت ايس كريم؟ لا كليها بالهنا والشفا. انت كلت ايس كريم بايه يا يونس؟ بالفراوله. جدو كل ايس كريم بايه؟ بالشوكولاته. ماشي. انت عزمتهم؟ طب وانا مش ابنك يا حاج؟ ما هم يوم ياكلوا كانك انت كلت. صح. تزنقني يا ابو يونس. خلاص يا جماعه الحاج ثبتني، قال لي ما دام هم كلوا كانك انت كلت. بالهنا والشفا على قلبي. يلا يا حاج، خد يا حاج، امسك كده واحده واحده بقى ازازه. بس انت هنا؟ ايه ده، هي طلعت لبس بسرعه دي. خش يا حاج. يلا بسم الله الرحمن. بس لازم تصبر عليها بقى لما اتاكد لك ان ايه الفلوس. خش يا حاج على طول كده نص. يلا. لا هاتها تاني دي، واحده واحده عليها يا حاج. ايوه كده. دي عاملها بحنيه، دي المانيه، دي برضه زيهم. بص حنيه. ايوه. تدي كلته تاني لسه بدري. انا عايزك بقى تلحق عشان المكنه ممكن تطلع لك تقول لك كفايه كده. لا كفايه كده. ايه ده؟ انت اللي قلت. دي كمان خد يا حاج. دخل ازاز، انا ماسك لك الكيس اهو. عايز تقول ايه قول لي. عايز اقول شفتوني وانا برجع الازايز يا جماعه؟ الحاج قرر يبقى اغنى واحد في المانيا ويرجع الازاز اللي عندنا. من الازاز ده اغنى واحد. باليورو يا حاج. باليورو. استنى خد دي تاني، حطها تاني بقى. لا هاتها تاني. استنى بقى يا حاج. بص خش يا عزيزة. راحت عزيزة. لا بقى معلش بقى يا حاج عشان عارف ان انا متعود عليها. ايوه هجنب انا برضه. لا دي احتمال ترجع لك دي يا حاج، ولا راحت؟ انسى. لا راحت. ابو شريف. يلا خش على اللي بعده. يلا هاني اتفضل ازازتين. يلا يا حاج. استنى يا ابو يونس المره. لا كيس، لا كيس، لا مش هيدينا فلوس. بص بقى حاجه، بتدوس هنا يطلع لك بقى الفلوس بتاعتك. طب 6 يورو اهو حلوين. 6 يورو يا حاج؟ انت عايز تخم؟ ده 3 يورو 90 سنت اهو. حلوين. دول 3 يورو 90 ودول يورو 40. يبقى احنا كده النهارده من ورا الازايز دي متعشين 100 100. يلا بينا نوطي بس الراديو كده عشان الناس تحضر الكلام اللي بيحصل ده. انا نايم. انت مش قادر؟ انت نايم؟ هتعملي فيها نايم؟ واحد هيعمل لي فيها نايم، واحد هيعمل لي فيها نايت. معانا يا جماعه الدكتور احمد الكراني، ولاول مره في تاريخ حياته يسوق نقل وبيكلكس وسايق نقل في المانيا. ما اعرفش بقى ماشي بالاسود ولا بالابيض، بس خليني اقول لكم ان دي اول تجربه ليه. ويا حكومه يا حكومه الاستاذ الدكتور المبجل ما معهوش رخصه. شريف هو اللي قال لي انا هديهم النقط بتاعتي. انا اللي الشيطان هواني. اهو سايق في طرق المانيا. لا وايه قلبه الميت طالع بينا على التشيك.
يا عم ايه اللي هيوديك لتشيك؟ قال لك انا عايز اطلع المانيا تشيك، المانيا تشيك. اهو اهو بص تشيك. اهو براج اهي، بصوا. اهو اهي. براج اهي. معاك رخص؟ لا. بطاقة سوق نقل؟ لا. معاك بطاقة؟ لا. برضه لا؟ اه. ماشي بينا يا جماعة الطريق، ربنا يسترها علينا، أول مرة يركب نقل. هو مش مشغلين التكييف حتى. يا دكتور اخد يمين ولا اعمل ايه؟ لا زي ما انت في حد ورا منك؟ الراجل اللي وراك زهق منك. خش الحاره اليمين لا مش دلوقتي، اصبر عدي القطع. ده في واحد قاطع اهو. ده يئس منك ده روماني ده. بص يئس منك راح تطلع من على يمينك. الارض مزحلقه فيها ميه. طب امسك في الاسفلت، بص المناظر الطبيعيه. بصوا يا جماعه، بقول لكم ايه؟ قول لنا ايه؟ عايز فعلا اركب. تركن سنه ما ينفعش. عدي طبعا العربيه الملاكه ديت اهو. بص المناظر الطبيعيه. الله 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 الله. بس المطره بتمطر يا دكتور، مش هينفع تقف. انا مش واقف. ممنوع الوقوف في حاله المطر. انا هعدي شويه. طيب اركب العقل. وبعدين في قانون بألمانيا بيقول لك لو قعدت عطاره اقل رقم تمشيه 50 كيلو. انت مشيت كام كيلو؟ 5 متر. وحظه حلو كمان المطره بطلت. ادعي بقى. ادعي يا انتوا خدوني من الستريت. ادعي له وانت نايم. بالمناسبه يا جماعه احنا جايبينهم مع السرير زي ما حضراتكم شايفين. بتوع مصري. بقى مصر بيجامه النوم زي ما هو اهو. وريهم البيجامه. البيجامه اهي. بنطلون خدته منه. خدت البنطلون البيجامه منه واديته بنطلوني وهو فضل بالسرير بتاع النوم. طب بقول لك ايه، ما تقيل لك شويه وانت ماشي كده. ايه؟ قايل لك شويه وانت سايق. انت لو بطلت كلام انا هعرف اعين. طب تصبح على خير يا عم مين. انت من اهله يا عم. كنت هيجي لك قلب تنام جنب واحد ارفنجر. هعمل ايه طيب؟ ما انت اللي حطيته عطار، قلت يسوق وانت صاحي من النوم مش عايز تسوق، وهو مش عايز يسوق وانا عايز انام. كلاوي طياره ما سابش حماره ولا طاره غير وركبها. صح يا دكتور؟ صح يا دكتوره. استر طريقنا يا يا عم رب. ركبني ميكروباص. بقول له خد سوق. هات لي عربيه صغيره وانا اسوق. على فكره الوحش بيركب اي حاجه. صح ولا لا؟ طب سيبني بقى شويه كده اخد ودي. واحده كده مع العربيه، ولما اسوق الميكروباص ده تمطر كده. بص نديك بقى اصعب الظروف بحيث انك انت لما تاخد السهل تحمد ربنا. اعدل نفسك وخليك في حارتك يا غزال. انا ما طلعتش منها. ماشي. على مهلك واخده. النهارده يا جماعه قررت اشرب شاي عشان بقالي كتير ما شربتش الشاي. ده كداب مفيش غيره. زي ما اقول لكم ان انا في الفرع بتاع الشركه لينا في مدينه براج، سوري في محافظه براج بمدينه لتشيك اللي قال عليها محمد هنيدي في الفيلم رواندا تليك رواندا تليك. صح؟ هو ما قالش كده؟ امال هو قال ايه؟ ده واحد سنون طرابه. هو يا جماعه المكن اللي عندنا بس هو بعافيه شويه. المطره كانت بتمطر بره والدنيا غرقت. صاحب الشركه بقى يا جماعه عامل حاجه كده. فنان. فنان بصراحه. اطفاله بيرسموا لوح، مش بيرسموا بيلعبوا على اللوح وبعد كده يعرضها عنده في المكتب ويعمل بقى ايه سينما. يجي مثلا على واحد زي دي ملهاش اي قيمه فنيه، عياله كانوا بيلعبوا، يروح عامل عليها 6500 كورونا تشيكي، يروح شايل الستة وسايب ايه الخمسة مثلا او شيء، بيشيل رقم يعني قال يعني عليها عرض. واحدة تانية 35,000 شايل الثلاثة وسايب الخمسة. اهي سانست ايه اللي فيها دي بقى عايز افهم. انا مش شايف لها اي سانست خالص. بيحب البوم. احنا عندنا في العالم العربي يكرهوا البوم، هنا يحبوا البوم. وريهم البومه اللي هناك دي، ادي واحده هناك اهي. ايه يا جماعه الحاضر بص لكم ازاي يا جماعه. ده عفريت مالناش دعوه بيه. ماشي. بص برضه عشان اقول لك بيحب البوم. بص بوم اهي، دي حلوه. دي حلوه دي احمد حماتي. دي شكلها حلو لان هي حماتك عسل زي كده كله زي الفل. يعني انت معترف ان هي بومه؟ لا انت مش لسه قايل بومه حلوه زي دي؟ ايوه ده كائن جميل كحمه ولا كبومه؟ يا عم. انا مالي حماتك انت، انا مالي، انا مالي. هي حماتك انا ولا حماتك انت؟ حماتي انا. بس انت مش زي اخويا يعني؟ ايه؟ انت مش زي اخويا؟ يعني برضه حماتك انت.
طب يا جماعه معلش بقى سامحوني مضطر انهي الفيديو عشان فعلا تعبان ومحتاج اريح شويه. عن اذنكم تصبحوا على خير وخدوا مني دي.